السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما طيبين زاكيين أنورين أزهرين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حبيبي وأخي الشيخ سارية، يا أبا ياسر، قبل قرابة 50 عاماً أو يزيد شيعنا سيدنا وأستاذنا وشيخنا ومربينا العلامة الجليل سيدنا الشيخ عبد الكريم في هذا المقام. وبعد 4 سنوات شيعنا شيخنا الجليل البطل الذي قال كلمة الحق ونطق بالصدق، الشيخ حسن حبنك الميداني في هذا المقام. ودعنا أولئك الأعلام، وأنت اليوم في هذا المقام يا أبا ياسر على سيرة أولئك الكرام. وإن سمعت هذا التكبير بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبروا الله أكبر كبروا الله أكبر كبروا الله أكبر كبروا الله أكبر كبروا الله أكبر. هذه هي الشام، هذا نورها، هذا ضياؤها، هكذا هي الشام. ما عهدناك يا شام إلا وأنت رافعة الرأس، شامخة عالية، باسطة أمرها على جميع العالم لتقول إن الإسلام في الشام، وسيبقى نصر الإسلام في الشام إلى قيام الساعة. يا رجال الحق، كذلك فلتصدح حناجركم، كذلك فلتعلو أصواتكم، كذلك فلتكن هممكم. أنعم الله علينا بفتح مبين ونصر عظيم، لأن الله تعالى قد وعدنا في القرآن بالرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مسيرة من قبل أكثر من 65 عاماً، من أكثر من 65 عاماً و65 سنة، مع حبيبي وأخي وليدتي، مع أخي الشيخ أسامة، ومع أخيه الشيخ سارية، ومع أخي الشيخ نور الدين قرح علي، ومع أخي عبد الفتاح السيد. هذه الكوكبة التي كانت تحت رعاية مولانا وسيدنا الشيخ عبد الكريم، الذي كان ينظر فينا ليبث فينا الأمل ويدفعنا إلى العمل ويقول لنا رضي الله عنه ورحمه: هذا هو الطريق نسلكه إلى الله إلى أن نلقى الله وهو عنا راض. لا يمكن أن تخضع رقابنا لأولئك المجرمين، وما خضعت لنا رقاب. هناك
في الستينات لما احتل بيت شيخنا الشيخ عبد الكريم من قبل المجرمين، والله سبحانه وتعالى قد أيد بالنصر المبين، وقد جاء هذا النصر وهذا الفتح، فقولوا الله أكبر. أربع أولاد على أول بالقدامى. محمد قادنا للأبد سيدنا محمد قادنا للأبد سيدنا محمد قادنا للأبد سيدنا محمد قادنا للأبد. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، أحبتنا الكرام، مشاعركم التي تفيض وأحاسيسكم التي تتهيج ينبغي أن تتحول من المشاعر والعواطف إلى البناء والعمل. لقد جاء هؤلاء الأبطال وقد حرروا بلاد الشام من أولئك الطغام لأجل أن نبني دولة الإسلام بهذه الهمم العلية والعقول الذكية. ينبغي لنا أن ننتقل الآن من صراخ نصرخ ومن جؤور نجأر إلى رب العالمين أن يحمي هذا البلد وأن يحمي هذا الفتح، وأن يكون لنا إن شاء الله عمل بناء وهمة لا تعرف الكلل، وأن يكون لنا حسن العمل. جاء وقت البناء، ووقت البناء ينبغي لنا أن تتراص فيه الصفوف وتجتمع فيه الكلمة وتزال فيه الوساوس، ويكون هناك أناس يتحملون مهمتهم. فرحمك الله يا شيخ سارية، لقد كنت في الحق سارية، يا سارية الجبل الجبل، وكذلك كان سارية رضي الله تعالى عنه ورحمه. فلقد كان كما سمعتم أنموذجا رائعا، كان يستطيع أن يحول من حال إلى حال، وما كان يستكين في موقف من المواقف. كذلك كان الشيخ سارية رحمه الله تعالى مبتكرا مبدعا، لقد استطاع أن يبتكر عمل الخير الذي انطلق في أنحاء العالم من خلال تلك الجمعية التي بدأها، ولكنها انطلقت لتكون في أنحاء الأرض مقلدة له، ذلكم من فضل الله سبحانه وتعالى. فاللهم إنا نسألك أن تتم علينا هذه النعمة، وأن ترزقنا الهمة لنقيم ما ينبغي علينا في أمر ديننا وإيماننا، وفي أمر بناء بلدنا، وفي اجتماع كلمتنا، وفي دفع الوساوس والشياطين عنا، إنك سميع قريب مجيب. وباسم آل الرفاعي نيابة عن سيد الشيخ أسامة وعن آل الرفاعي أجمعين وعن طلاب جامع زيد بعمومهم، نشكركم على ما تفضلتم به من حضوركم. رحمك الله أخي الشيخ سارية وجعلك مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.